بيتزا بعجين سهله بزاف بزاف، كتجي احسن من ديال المطاعم، كتجي لذيذه وخفيفه. ونعطيك السر باش ما تقصحش معاك في الفران. دوزو الطريقه. اول حاجه غادي نحتاجو 400 غرام من الدقيق الابيض، الملح، خميره ديال الخبز، معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. وغادي نخلطوا هاد الدقيق ديالنا ب 300 مليلتر ديال الماء اللي تيكون دافي. نجمع العجين وغتجينا على هاد الشكل هذا، غتكون خفيفه ما غاديش تجي قاصحه. وغادي نزيد عليها 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، اللي تيخليها كتجي مقرمشه. وتندلكها مزيان مزيان وكنخليها كترتاح مده ديال نص ساعه حتى كيضاعف الحجم ديالها. وتنعاود نجمعها وكنخليها عاوتاني ترتاح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. غادي نقسمها على 3 ديال البيتزات اللي بالحجم متوسط، هم يرتاحوا واحد 10 دقائق اخرى. ومن بعد غادي نبدا نطلق في العجين ديالي بهذه الطريقه هذه. نرش الفينو في سطح العمل وتنبدا تنطلق في البيتزا ديالي. الفينو تيخلي ديك لاباط هكذا من جنب تجينا مقارمشه من بعد ما كطيب. صافي كيف ما شفتوا طلقتها هكذا من الوسط وخليت الجناب شويه منفوخين. وغنديرها في هذه الطاوه هذه وغادي نبدا تنتك فيها بالفورشيط. وفي هذه الاثناء الفران راه تيسخن. ضروري مني ندخل البيتزا ديالي الفران يكون سخون باش دغيا طيب وما تقصاحش ليا. هنايا درت صوص طوماط، شويه ديال الزعتر حكيته من الفوق. وهنا غادي ندير الموتزاريلا او الجبن اللي بغيتو نتوما. وغادي نزيد هنايا شويه ديال فواكه البحر. الاضافات تيبقاو اختياريين بطبيعه الحال. زدت شويه ديال الفلفله وشويه ديال الزيتون هكا للتزيين. وغادي نزيد عليها 2 المعالق ديال زيت الزيتون من الفوق. وغادي ندخلها للفرن تيكون شاعل من الفوق ومن التحت. وغادي نخليوها طيب، ما كتاخذش معنا الوقت بزاف حيت الفران ديجا تيكون سخون. وهنا من بعد ما طابت كيف ما تشوفوا تجي هشيشه وكتجي بنينه بنينه بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم. بالصحه والراحه.